نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل القرص الفلاحي، هنعملها بكل سهولة إن شاء الله. هتعملها في البيت مش هتشتريها من بره تاني. وهقولك كمان في الفيديو ازاي تسويها في فرن البوتاجاز لو مش متوفر عندك الفرن الغاز. تعالوا مع بعض نشوف المكونات بتاعتنا. معايا 2 كيلو دقيق وكيلو ونص من اللبن الرايب ومعلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة خميرة و200 جرام سمنة و3 معالق كبار من القشطة ومعلقتين صغيرين ملح. ولو انت هتعملي كيلو واحد من الدقيق هتقسمي باقي المكونات برضو على 2. معايا اللبن الرايب بتاعي ضروري يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش تطلعيه من التلاجة مباشرة وتبداي تعجني على طول عشان الخميرة بتاعتك تتفاعل بسرعة ويخمر معاكي القرص بسهولة. حطيت معلقتين من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. طبعا كمية الخميرة بتوقف على درجة الحرارة بتاعة الجو، لو الجو برد ممكن تحطي كمان نص معلقة من الخميرة. وحطيت كمان القشطة ومعايا 200 جرام سمنة سيحتهم، سمنة بلدي طبعا عشان تدي القرص بتاعتك طعم حلو وبلدي. ما عندكش قشطة هتزودي كمية السمنة شوية، هتحطي لكل كيلو 125 جرام من السمنة. بتسيحيها وبتنزلي بيها على اللبن الرايب بتاعك بحيث ان هو يدفي اللبن شوية لو هو بارد. وبتقلبي كل المكونات مع بعضها علشان السكر والخميرة يدوبوا كده في اللبن. وبعد كده بتنزلي بكمية الدقيق. انا المعيار ده انا مظبطاه ما شاء الله، هياخد كمية الدقيق كاملة. انت برضو لو انت خايفة من نوع الدقيق بتاعك هتنزلي بالتدريج وتعجني. حطيت كمان الملح بتاعي وتبدأي بقى تعجني عجن كويس. القرص بتاعتك عشان تبقى حلوة لازم تعجنها كويس، تلت وتعجني فترة ما تقلش عن 10 دقايق او ربع ساعة بايديكي. نزلت العجينة بتاعتي كده على الرخامة علشان اعجنها براحتي وتتعجن معايا كويس. ببدأ اعجن كويس كده زي ما انت شايفة، تلت وتعجني عشان العجينة بتاعتك تبقى ملساء لحد ما توصلي القوام بتاعها يكون ناعم كده واملس، علشان القرص بتاعتك بعد ما تستوي ما تفرولش منك وتشتكي تاني يوم ان القرص لو باتت لتاني يوم بتفرول مننا، فالسبب ان انت ما بتكونيش عجنتها كويس. اعجنها كويس واديها حقها زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله العجينه بدات تسيب ايديا خالص، ما بتلزقش في ايديا. وشايفين القوام بتاعها ما شاء الله، القوام ده جميل جدا والمقادير مظبوطه بالظبط. ال2 كيلو دقيق على كيلو ونص من اللبن الرايب. بتسيبيها تخمر طبعا براحتها، وبرده ما تبالغيش في الخمر بتاعها علشان ما تبقاش كويسه. يعني بتديها تقريبا، بتاخد في الصيف تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع في الخمر، او لو احنا في الشتاء ممكن تاخد من ساعة لساعة ونص لحد ما يتضاعف حجمها زي ما انت شايفة كده. وبتبداي تكوريها، بتكوريها تبع على حسب الحجم اللي انت عايزاه. الحجم اللي انا هعمله دلوقتي كده في حجم البيضة اللي هي الكبيرة. ويفضل لو انتي بتقطعي العجينة بتاعتك على سطح خشبي علشان الرخامة بتكون باردة شوية، فبتوقف برضو مفعول التخمير بتاع القرص بتاعتك. بكورها زي ما انت شايفة كده. شايف ما شاء الله ما بتلزقش في ايديه ولا حاجة، العجينة ما شاء الله مظبوطة والمقادير دي مظبوطة ان شاء الله. لما تجربيها هتسجليها عندك ومش هتغيرها ان شاء الله. بتغطيها لمدة 5 دقايق لحد ما ترتفع شوية، وتبدأي بقى تفردي اللي انتي كورتيها في البداية. يعني اخر حاجة كورتيها تسيبيها وتبدأي باللي انتي كورتيه في البداية. بتتفرد معايا بكل سهولة زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. تفردها بالنشابة او لو انت عندك المكنة اللي هي بتاعت فرد العيش بتفرديها برضو. انا ساعات برضو بعملها بالمكنة دي بتكون اسرع. الفرق بين الفرد الايد وفرد المكنة طبعا المكنة اسرع بكتير وكمان بتطلع لك الشكل بيكون بيضاوي شوية مش مدور. لو انت حابة شكلها مدور بتفرديها كده زي ما انت شايفة بايديكي بالنشابة. فين ما شاء الله السمك بتاعها كده يكون متوسط، ما يكونش رفيع قوي ولا تخين علشان تطلع معاكي مظبوطه. وتبداي بقى تسيبيها برضو لمده، ما تسيبيهاش كتير، يعني مده 5 دقايق لحد ما تسخني الفرن كده وتجهزيه. وطبعا تبداي تخبزي الكميه اللي انت فردتها في البدايه. ما تسيبهاش برضو تخمر كتير بعد ما تفرديها علشان تقب معاكي وتبقى جميله، والخمر بتاعها ما يفشش منك كده وانتي بتشيليها. شايفين ما شاء الله بترتفع معايا، مفيش واحدة ما قبتش ما شاء الله. شايفين ما شاء الله شكلها يفتح النفس بصراحة.
هقولك بقى لو انت ما عندكيش الفرن الغاز بتخبزيها في فرن البوتاجاز ازاي. بتجيبي الصاج ويفضل يكون ألمونيوم، بتحطيه في الفرن وبتسخني الفرن الصاج كويس في الفرن، وبتبداي تحطي القرص زي ما انت شايفه زي ما انا بعمل كده في الفيديو. يعني ما ينفعش ان انت ترصي القرص في الصاج وبعدها تبداي تحطها في الفرن، طبعا عمرها ما هترتفع معاكي، هتطلع كده مش منتفخه خالص معاكي، هتستوي كل حاجه لكن مش هتبقى منتفخه ولا حاجه. بتشغلي الفرن البوتاجاز من تحت ومن فوق، بتشغلي الشعلة اللي فوق والشعلة اللي تحت، وبتحطي الصاج في النص وبتسخني طبعا زي ما قلتلك الصاج بتاعك، وتحطي القرص واحدة واحدة وتقلبيهم كده بمقصوصة، او لو عندك اللي هي العصاية اللي هي بتاعة الفرن دي، وبتخبزيها ما شاء الله بتبقى جميلة جدا جدا. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ومنتفخة ومن جوه هشة وجميلة مش معجنة ولا حاجة. ان شاء الله هتعملي الطريقه دي مش هتغيروها عندك خالص. المقادير دي مظبوطه جدا جدا، ولو انت حابه تستخدمي سمنه مع زيت مفيش اي مشكله برضو، هتطلع النتيجه معاكي كويسه. بس طبعا يفضل ان انت تحطي سمنه بلدي، بتطلع لك القرص بتاعتك طعمها وريحتها جميله جدا جدا. ولو انت عندك الفرن الغاز بيكون افضل طبعا في خبز القرص. بتسخنيه برضو من تحت كويس ومن فوق، اهم حاجة الشعلة اللي تحت تسخنها كويس، وبعد كده بتهدي النار تماما تحت في الشعلة اللي تحت، والنار تكون عالية من الجنبين. وبتنضفي طبعا الصاجة بتاعة الفرن بتاعتك بقماشة كده تكون مبلولة ومصفياها من المية، وتبداي تخبزي بكل سهولة ما شاء الله. بتطلع القرص معاكي تحفة تحفة. شايفين ما شاء الله شكلها ما شاء الله جميل جدا جدا. بتسيبيها لما تبرد تماما وبتحطها في اكياس وبتخزنها، بتحطها في الفريزر، بتفضل معاكي مدة طويلة، وبتطلعها على الاستخدام بتفك شوية وبتاكليها ما شاء الله طعمها في منتهى الروعة والجمال. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديدة ان شاء الله. اسيبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.